هنتكلم النهارده عن فيتامين د. دائما وابدا كل الناس بتشكي من نقص فيتامين د. طب ده ليه؟ لان فيتامين د بيدخل في جميع العمليات الحيويه. الناس بتكون فاكره بس ان هو بيدخل في العظام او كده، لا، هو بنحتاجه في الجهاز العصبي، في العضلات، المناعه، الغده، كل اجهزه الجسم بتحتاج فيتامين د، فبيشارك في عمليات حيويه كتيره جدا. عشان كده دايما بيكون ناقص، وده بيكون على مستوى العالم كله. مش طب ايه هي بقى مصادر فيتامين د عشان اقدر احافظ بشكل يومي على الكميه اللي جسمي محتاجها؟ اول حاجه هي الشمس، وناس كتير قوي عارفه المصدر ده، بس للاسف اللي الناس متعرفوش عن فيتامين د والشمس ان الشمس لازم عشان اكون بستفيد منها قدر كافي ان انا يكون جسمي معرض للشمس من غير ملابس ومن غير اي حاجه بروتكتور. تاني حاجه ان الناس اللي بشرتها بيضة بتقدر تستفيد من اشعه الشمس اكتر من الناس اللي بشرتها سمراء. الناس اللي بشرتها سمراء بتحتوي على نسبة عالية من الميلاتونين اكتر من الناس اللي بشرتها بيضاء، والميلاتونين بيعاكس مع امتصاص فيتامين د. عشان كده دايما بنقول ما تاخدوش فيتامين د قبل النوم، فكل ما زاد الميلاتونين كل ما قلل من امتصاص فيتامين د. حاجة اقدر احافظ بيها على فيتامين د هو الاكل، ان انا احافظ اني ادخل الاطعمة اللي فيها فيتامين د في جسمي كل يوم. زي ايه؟ زي منتجات الالبان، زي البيض، زي الاسماك الدهنيه، زي المشروم. كل الحاجات دي بتكون غنيه بفيتامين د وبتساعدنا ان احنا نحافظ على مستواه في جسمنا. تالت حاجه اقدر اخده كمكمل غذائي، بس ده لازم يكون تحت اشراف طبي، ما ينفعش اخده من نفسي، لان فيتامين د من الفيتامينات اللي بتذوب في الدهون، فممكن تتراكم في الجسم وتؤدي الى التسمم، وهقول برضو معاكم اعراض التسمم. طب لو انا حللت ولقيت عندي نقص، الطبيب بتاعي هيكتب لي لحد ما اتعالج واتاكد تاني ان انا تمام، اخدت كل حاجه كويسه والنسبه رجعت، واحلل تاني واكد ان النسبه رجعت لوضعها، وبعد كده ممكن اخد بقى كبسولتين في الاسبوع كله كجرعه وقائيه 5000 وحده دواء. في ناس كتير قوي بتاخد فيتامين د وبعد كده ترجع تحلل المده اللي هو مسموح له بيها وتلاقي النسبه زي ما هي، ما زادتش والمشكله ما اتعالجتش. ده ايه اسبابه؟ في بعض الحاجات اللي بتاثر على امتصاص فيتامين دي، زي مثلا مشاكل في المعده والامعاء، ان يكون عندي قولون تقرحي. تاني حاجه مشاكل الكلى والكبد، لان هما اللي بيفرزوا الانزيمات اللي بتحول فيتامين دي من الصوره الغير نشطه الى الصوره النشطه. تالت حاجه عمليات جراحات السمنه، لانها بتاثر على امتصاص فيتامين د. رابع حاجه ودي المهمه جدا، بعض الادويه زي ايه؟ زي ادويه الكوليسترول، ادويه الملينات، زي ادويه التخسيس الاورنيستات، كل الحاجات دي بتاثر على امتصاص فيتامين. لو انا عندي فيتامين دي 2 او فيتامين دي 3، انه افضل فيهم؟ فيتامين دي 3 انا برشحه اكتر لان هو بيكون من مصدر حيواني، فبيكون الجسم سهل ان هو يتعرف عليه ويمتصه ويستفيد منه استفاده كامله اكتر من دي 2 لان هو بيكون من مصدر نباتي. زي ما قلت في بدايه الفيديو ان انا لو اخدت جرعات كبيره من فيتامين د ده هيؤدي الى تسمم. طب ايه اعراض التسمم بتاع فيتامين د؟ اول حاجه الدوخه، بيكون عندي امساك، بكون مش قادره اتكلم، بيكون في تشنجات وارتعاشات في جسمي، مش قادره اتحرك. كل دي من علامات تسمم الفيتامين د. وبرده بشرب ميه كتير،